بص يا سيدي، في أي حدث أو مصيبة لازم يظهر شخص استغلالي. ممكن يبقى صحفي عايز يركب الترند، وممكن يبقى حرامي، وممكن يبقى قاتل متسلسل. وده بطل قصتنا النهارده، السفاح اللي استغل الحرب العالمية الأولى ويقدر عدد ضحاياه ب 283 أرملة، واللي اختفى عدد كبير منهم. بطل قصتنا هنري لاندرو، أشرس قاتل متسلسل في تاريخ فرنسا. وقبل ما أحكي لك القصة انزل اعمل لايك للحلقة. اللايك ده مهم جدا لانه بيساعد في نشر الفيديوهات على اليوتيوب. اتولد هنري لاندرو في باريس سنة 1869. عاش طفولة سعيدة، أبوه كان سواق وأمه كانت خياطة. لاندرو كان تلميذ شاطر خصوصا في الرسم والرياضة. لاندرو كان متدين من صغره واشتغل فترة طويلة في خدمة الكنيسة، وكمان اشتغل شماس بشكل ثانوي، وده خلى أبوه يفكر إنه يدخله في المدرسة اللاهوتية. لكن لاندرو ما دخلش المدرسة دي. لاندرو كمل تعليمه الثانوي بشكل عادي، لكنه يفشل في دراسته في مرحلة الكلية ويبتدي يشتغل سنة 1889. يشتغل رسام معماري في المكاتب الهندسية، وفي الفترة دي يتعرف على واحدة اسمها ماري كاترين، واللي كان المفروض انه يتجوزها بعد ما يخلص الخدمة العسكرية، واللي كانت في فرنسا 3 سنين في الوقت ده. لاندرو قضى خدمته العسكرية في الكتيبة 87 مشاة في شمال فرنسا، وتخرج منها برتبة رقيب، وبعد كده يتجوز ماري سنة 1893. ولحد سنة 1900 لاندرو يشتغل أكتر من شغلانة، اشتغل في أكتر من 15 شغلانة. اشتغل محاسب وموظف ورسام معماري. لاندرو وماري يخلفوا 4 أطفال، ومع تغيير شغلانته وزيادة أفراد عيلته المصاريف تكتر عليه، فبدأ لاندرو يدور على طريقة تجيب له فلوس بسرعة، وبكده يبدأ رحلة نصبه على الناس. لاندرو يأسس ورشة وهمية لصناعة الدراجات البترولية، الشكل البدائي للموتوسيكلات اللي معروفة النهاردة. لاندرو عمل حملة إعلانية كبيرة للإعلان عن المنتج بتاعه، واشترط على كل زبون إنه يدفع عربون تلت سعر الدراجة. لاندرو يجيله زباين من كل مكان في فرنسا، وده من غير ما يعمل أي حاجة. لاندرو لم الفلوس من الناس واختفى. العملية دي كانت البداية لعمليات نصب كتيرة بعد كده، وفي كل عملية لاندرو كان بيغير اسمه. بس في مرة يتقبض عليه ويتسجن لمدة 2 سنين، وبعد ما يخرج من السجن يعمل عملية نصب تانية ويتقبض عليه ويتسجن لمدة سنة. في الوقت ده لاندرو كان لسه متجوز ماري، وصادر عليه حكم غيابي لمدة 3 سنين سجن. سنة 1909 لاندرو يخطب جان إيزوري، اتعرف عليها من إعلانات عرض الجواز اللي كانت موجودة في الجرايد في الوقت ده. قدر يقنعها إنها تديله كل أملاكها، فياخد كل اللي معاها ويختفي، وفي القضية دي يتحكم عليه ب4 سنين سجن، وكمان يترحل لمستعمرة جويانا، ودي مستعمرة فرنسية في أمريكا الجنوبية، وظروف الحبس فيها كانت صعبة. صدر الحكم ده سنة 1914. لاندرو قرر إنه يختفي، فيربي دقنه وشنبه علشان يغير شكله، بس أكيد هيبقى محتاج فلوس وهو مختفي. فلاندرو يكمل عمليات النصب بتاعته، وهنا يظهر الجانب المظلم والسادي في شخصية لاندرو. لاندرو ادعى إنه أرمل غني عايش لوحده، وبدأ يصطاد في الستات الأرامل، واللي كل واحدة فيهم كانت شايلة فلوس للحاجة وعايشة لوحدها بعيد عن الناس. طبعا ده كان في زمن الحرب العالمية الأولى، واللي الرجالة كانت بتروح ما ترجعش، وده وسع دايرة لاندرو مع زيادة عدد الأرامل في فرنسا. فكان لاندرو بيستخدم خطة واحدة. في الأول كان بيوعد الأرامل بالجواز، بعد كده يطلب من الضحية إنها تروح تعيش معاه في الفيلا بتاعته، وتكون فيلا مأجرها علشان ينفذ فيها خطته. أول جرائم لاندرو كانت سنة 1914. لاندرو يتعرف على جان كوشيت في حديقة عامة في باريس، وبعد ما يستدرجها يقتلها هي وابنها، ويبتدي لاندرو في سلسلة جرائم القتل بتاعته. يصطاد الأرملة تريزي لابورد 46 سنة ويقتلها، وبعدها الأرملة جولين 52 سنة ويقتلها. وقبل ما يقتلهم كان بياخد منهم توكيلات حصرية باسمه علشان يقدر يتصرف في حساباتهم البنكية بعد موتهم. وكان بعد ما بيقتل الضحية بيحرقها في فرن الفيلا بتاعته، وبعد كده بقى يتعرف على الضحايا بتوعه من إعلانات الجواز اللي كانت بتتنشر في الجرايد اليومية. وما بين كل فترة والتانية كان بيزور مراته وعياله، واللي كان قايل لهم إنه كان شغال تاجر متنقل. ومع نهاية سنة 1918 تبتدي تظهر الخيوط اللي هتكشف جرائم لاندرو. ست اسمها بيلات تبعت رسالة لعمدة بلدة جامبس، تطلب في الرسالة أخبار عن صاحبتها أنا، أرملة أربعينية عايشة مع خطيبها في البلدة. بعد شوية توصل للعمدة رسالة تانية، واحدة بتطلب أخبار عن أختها الأرملة الأربعينية واللي عايشة مع خطيبها في نفس البلدة. كان مضمون الرسالتين واحد، وده عمل قلق عند العمدة. القلق ده
خلى العمدة يتواصل مع العيلتين ويوصل في الآخر لنتيجة واحدة. الستات المختفية استجابوا لإعلانات الجواز اللي كانت موجودة في الجرايد اليومية، وتقريبا صاحب الإعلانات شخص واحد بأسماء مختلفة. العائلات قدمت شكاوي ضد شخصية مجهولة، وقدموا الشكاوي دي لمكتب المدعي العام، ونهاية التحقيقات توصل لفيلا في مدينة روان. الفيلا اللي كانت ملك واحد اسمه تريك، وكان مأجرها لواحد اسمه فيرميت. الشرطة ما تلاقيش فيرميت في الفيلا، لكن لاحظوا ان البريد بتاعه بيتم اعادة ارساله على عنوان تاني، عنوان واحد اسمه جيلات قاعد في شارع نيفي في باريس، وده كان عنوان لواحدة من الستات اللي اختفوا. كده الامور وضحت ومبقاش فاضل غير القبض على الجاني. بس التحقيقات كانت ماشية بالراحة لحد ما حصلت حاجة حركت القضية بسرعة. ابريل سنة 1919 واحدة من اللي ساكنين في العمارة شافت راجل غريب داخل شقة مع واحدة مش تعرفها، الراجل اللي كان بيجي يزور صاحبة الشقة اللي اختفت بعد كده. وقدر المفتش بولن انه يحدد مكان الجاني ويقبض عليه. لاندرو كان بيدور على الضحايا بتوعه، وكان بيستخدم اسم اوسيان جيلت كاسم مستعار، لكن الشرطة قدرت تتعرف على شخصيته الحقيقية، وده من شهادة علمية لقوها باسمه. ده غير دفتر صغير كان مكتوب فيه 11 اسم بما فيهم اسامي الضحايا بتوعه. ومع الوقت ظهرت اساليب لاندرو الاجرامية. الشرطة لقت 4 كيلو من العظم المتفحم في الفيلا، ده غير باقي آثار الضحايا. بدأت محاكمة لاندرو في نوفمبر سنة 1921 في سجن مقاطعة فرساي. استمرت المحاكمة لمدة 3 أسابيع وتتحول لقضية رأي عام في فرنسا. ده كله ولاندرو بينكر كل الجرائم اللي ارتكبها. وفي ديسمبر سنة 1921 يتم إدانته بقتل 10 ستات وطفل، ويتحكم على لاندرو بالإعدام بالمقصلة، ويتعدم سنة 1922 في مقاطعة فرساي. لاندرو وقت إعدامه كان هادي، وآخر كلمة قالها إنه آسف لأنه مش عنده غير راس واحدة، قالها وهو بيبتسم بكل سخرية. ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم أحمد عوض، واستنوني الحلقة الجاية. سلام.